السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلونا نتكلم على أكتر حاجة أنا بِعتها كحد مقدم خدمات بيستخدم موقع جو هاي ليفل، ودي أكتر حاجة بالفعل أنا باستخدمها ليّا استخدام شخصي في الbusiness تبعي أو السوشيال ميديا تبعي، أو لأي حد تاني أنا لقيته بيحتاجها فكنت باعرضها عليه، واشتغلت بقى كfreelancer كتير في مجال السوشيال ميديا ماركتنج. بالفعل أنا يوتيوب مانجر، عندي قناتي التانية في المجال اللي باشرح فيه الfreelancing، بس اشتغلت مع ناس كتيرة في اليوتيوب مانجمنت وكانوا صُناع محتوى، فكنت باستخدم لهم الطريقة ديّة في صناعة المحتوى بتاعهم لأي حد content creator بييجي له تعليقات كتير على البوست تبعه. كمثال سريع عشان ما نتوهش، مثلًا دي الإنستجرام عندي، هتلاقي في بوست جايب 21800 كومنت، بوست واحد هاوريك الغرض قصده إيه، مثلًا حاجة زي كده، جايب 983 كومنت، حاجة زي ديّة جايبة 646 كومنت، دي جايبة 2000 كومنت. طبعًا الكومنتس دي عبارة عن إيه، يعني خلّينا لو فتحنا من كده، عبارة عن حد بيكتب جملة معينة مثلًا، فبيترد عليه برسالة معينة، فهتلاقيهم مقسومين نُص، يعني مثلًا كاتب freelancer فبيترد عليه بكده. أنا قايل له أصلًا من هنا سيب أي تعليق هنا وهابعت لك كورس كامل مجاني تمامًا للعمل الحر. فتلاقي ال2000 تعليق دُولة أو ال21000 تعليق ده عبارة عن النُص، يعني لو اعتبرنا دول 22000 تعليق هم عبارة عن 11000 حد كاتب لي comment و11000 رَد مني أنا بارُد عليه بautomation. طبعًا لو فتحت الفيسبوك عندي هتلاقي في حاجات تانية واصلة ل10000 comments وهكذا بنفس الريتم فدوّة AI automation. أي صانع محتوى عنده محتوى معين بينزّله بيقول لحد سيب كلمة كذا وهابعت لك كذا وبيرُد عليه على طول، في الغالب مش هو اللي عاملها، هو بيستخدم حاجة بتعمل automation. أشهر حاجة بتعمل ده على مستوى العالم هو موقع ManyChat. مش هتلاقي صانع محتوى ما يعرفش إيه هو ManyChat. ManyChat هو الموقع موقع مشهور جدًا، اللي هو تكتب لحد مثلًا رسالة معينة يترد عليها، تكتب لحد تعليق معين يترد عليه وهكذا. الفكرة إن جو هاي ليفل بيعمل نفس ManyChat بالتفصيل الممل اللي بيعمله، وإن كان عنده options أكتر، بس تعالَ نقارن في الأسعار تبع ManyChat وجو هاي ليفل. لأن سباعي جو هاي ليفل سعره $97 النسخة الأقل. ميني تشات في أسعار مختلفة. تعال نبص على أسعار ميني تشات ودوّة اللي أنا باقنع بيه الناس ويالّا إزاي نشتغل مع بعضنا سوا، لإن ال$97 تبع جو هاي ليفل ينفع تتقسم على 3 accounts، فأنت ممكن تضم 3 sub account تبع نفس الاشتراك اللي هو $97، فأنت كأنك واخد 3 أكونتات ب$97. تعال نبص بقى ميني تشات أسعاره كام. ميني تشات في نسخة فري لو 25 واحد بس هيكتبوا لك حاجة فعلى مدار الشهر كله. طبعًا يعني إحنا بنتكلم مع صناع محتوى أحيانًا بيستخدموا ألوفات، أنا باقول لك في بوست واحد جايب 22,000 يعني دوّة 10,000 ونُص رديت عليهم، فال10,000 ونُص أصلًا بُص سعرهم كام؟ سعرهم هنا بيقول لي والله 7,000 ونُص ب$100 في الشهر، عايز تكتر أكتر عن كده بتكسر بقى. ولو أنا مثلًا يعني من 7,000 ونُص ل25,000 باتحاسب بنسبة معينة، يعني أنا هو ال7,000 ونُص ب$99، طب ال25,000 ب$200، طب أنا استخدمت 10,000 بس، هيحاسبني على ال$100 ثم كل واحد بيبقى ليه سعر معين، بيحاسبني بنسبة معينة. دي أول حسبة، فدي كده حسبة الmini chat للناس الactive. هو بيقول لك الactive contacts per month، يعني الناس اللي تواصلت معاهم في الشهر دوّة. طب أنا والله يا سباعي عندي قاعدة بيانات كتير، يعني أنا لو وريتك فريلانس زاوية مثلًا حاليًا أنا عندي 118,000 contacts موجودين حاليًا. هل دُولة active؟ لأ مش active، لإن أنا مش باكلمهم كلّهم كل شهر، بس أحيانًا بابعت إيميل campaign بال70,000 مرّة واحدة. أنا معايا 100,000 أكتر من معايا 110,000 حد متخزن في قاعدة بياناتي، وأنا اشتغلت مع عُملا عندهم فوق ال30، 40,000. لو عايز أبعت email campaigns لل30، 40,000 هاستخدم mini chat أو هاعمل automation ليهم أشغّل فيها ال30، 40,000، فوقتها ال30، 40,000 دُولة بيتحسبوا كactive contacts، فباتحاسب على السعر دوّة، فالاقي نفسي هادفع حوالي $200 في الaccount الواحد عشان أعمل لهم الautomation دوّة. فأنا لمّا باشتغل مع صُناع محتوى، حد مثلًا في السوشيال ميديا ماركتنج أو حد بيعمل automation بشكل كبير جدًا بالحكاية ديّة، باقول له طب ما هنستخدم جو هاي ليفل. أنا معايا الاشتراك بتاعي $97، ممكن تدفعه 50، 60، $70 على حسب أنت بتعمل أنهي package ليه، وهو هيستخدم كام حاجة من الناس ديّة، هيبعت لهم كام automation. وما تقلقش أنا هاشرح لك بالتفصيل الautomation دوّة بنعمله إزاي في جو هاي ليفل بالتفصيل ممل، ما تقلقش يعني. بس أنا باقول له الحكاية ديّة وباقول له والله أنت معاك unlimited يا باشا، ابعت لمليون واحد، معاك 100,000 هتبعت لهم كلّهم يكتبوا التعليق بنفس السعر بتاعتك، الpackage بتاعتك تسمح لك لحد 100,000. ممكن لو هو مش عارف إيه جو هاي ليفل فتعمل له أنت account وتقول له لا والله أنا باحاسب جو هاي ميني تشات بيقول لك أنت عندك ال7500 كونتاكتس ب$99، أنا باحاسبهم لك ب$50. هتوصل ل25,000 كونتاكت هاحاسبهم لك ب$150 أو $100 على حسب. حُط السعر اللي أنت عايزه، وده فقط في الautomation والرسايل والرد عليهم بالطريقة ديّة. طبعًا جو هاي ليفل فيه حاجات تانية جبارة عن كده، يعني أصلًا جو هاي ليفل فيه automation، فيه ممكن تعمل له web sites، تعمل له courses عليه، تعمل له contacts، الconversation كلها تتسجل، marketing campaigns، في حاجات تانية كتير، في business كامل بيتعمل. بس أنا باقول لك أنت هتبيع له خدمة واحدة وبعد كده حُط package، أنا باحط packages تانية بعديها. طب إيه رأيك نعمل لك web sites، إيه رأيك نعمل لك حاجة اسمها opportunities، إيه رأيك كذا، كذا.
فدي كلها تفاصيل بتحصل بعدين، يعني مش هاشغلك بيها حاليا. بالفعل انا عندي الكورس مسجل كله تبع جو هاي ليفل، كل حاجه موجوده بالتفصيل يعني. ولو كنت حبيت تشترك وتجرب 30 يوم مجانا في جو هاي ليفل بالفعل، فعندك اللينك تبعنا من هنا gohighlevel.com/سباعي، دوت لينك خاص بيا، افiliate تبعي، بيديك 30 يوم مجانا بدل 14 يوم اللي جو هاي ليفل في الطبيعه بتديها لك، ودي حاجه فقط لينا. انما لو اشتركت على جو هاي ليفل على طول هيديك 14 يوم فقط مجاني مش 30 يوم، بتجرب فيهم براحتك خالص. بتقول والله انا عايز ستارت ان اكستند فري ترايل، هتسجل الاسم تبعك وهتيجي بعديها بيقول لك دخل بيانات الفيزا. مش هيسحب منك فلوس نهائي، بس هيبقى تاكد ان انت معاك فيزا شغاله. لازم تكون فيزا دولاريه، ولازم تكون فاتح حاجه زي في بي ان. لو انت في الوطن العربي هتضطر تفتح في بي ان. في بي ان مجاني زي براوز زيك انا بنزله، حطه من اي بلد تاني عشان الفيزا فقط تتسجل عندك، لان في الوطن العربي الفيز بترخم عليها، فلازم تكون فيزا دولاريه. تفتح في بي ان وانت بتسجل، مش هتخصم اي حاجه، تقدر تكنسل في اي وقت في فتره ال 30 يوم ديت براحتك تماما. واول ما تشترك من خلالنا وقتها بيجي لك كمان ايميل في المجتمع بتاعنا، في الكورسات تبع جو هاي ليفل بشرح لك فيه حاجات، بديك سناب شوتس اللي هي سيستمز كامله تستخدمها على طول براحتك انت على طول اول ما تشترك على طول ان شاء الله. فدي كلها حاجات تبعنا في جو هاي ليفل. نرجع بقى تاني ونشوف ازاي. طبعا هسيب لك اللينك تبعنا تبع الافليت في الوصف من تحت. ازاي بقى يا سباعي بتعمل الاوتوميشن دوت تبع اللي هو زي جو هاي ليفل الميني تشات بيعمله بالتفصيل؟ والله هندخل من هنا من الاوتوميشن من هنا اهي، ثم انا هعمل واحده كرييت ورك فلو بيلد فروم سكراتش، هسميها اهي ميني تشات تيست. ايه التريجر؟ احنا طبعا هنبقى شارحين الاوتوميشن كله في كورسات تبعنا، بس دوت اوتوميشن حاجه بتحصل تلقائي. فتقول له التريجر والله ايه الحاجه اللي هتحصل، فتديني اكشن معين. فاقول له والله حد يكتب لي بوست على الفيسبوك، في يقول لك فيسبوك ليد فورم ولا فيسبوك كومنت، لا فيسبوك حاجه يكتب كومنت على الفيسبوك. فيقول لي انهي بيج تبعك، فاقول له البيج تبعي. طبعا تبقى انت رابط البيج تبعك على جو هاي ليفل، فتقول له والله البيج تبعي احمد السباعي. فيقول لك البوست طيب ببلشت ولا لا، لا اقول له لا ببلشت انا نزلته بالفعل. بوست از، طبعا هتلاقيه هنا واخد كل البوست تبعي، دي البوست اللي انا منزلها عندي على الفيسبوك تبعي، وبيقول لي التاريخ بتاعها كمان. يعني انا في يوم 10 جون منزل كذا، في يوم كذا منزل كذا، اهو كل الحاجات ديت كله طبعا ينزل يفتح كل حاجه. فاقول له والله انا عايز البوست ده. هيقول لي طيب عايز تسيبها كده على طول، يعني اي حد يكتب لك اي كومنت يتاخد الاكشن اللي انت هتضيفه بعدين، ولا عايز تفلتر الكومنتس؟ هقول له والله فلتر لي الكومنتس. هضيف فلتر وهقول له عندك بيقول لي الفلتر بتاعك كونتين فريز ولا اكزاكت ماتش. كونتين فريز يعني ايه؟ كونتين فريز اللي هي بتقول لك والله في كلمه معينه او جمله معينه مذكوره في التعليق، لو لقيتها هعتبر الاوتوميشن شغال. فلو مثلا انا حاطط له، لو حد كتب لي كورس، فلو حد كتب كورس يوتيوب، حد كتب كورس فريلانس، حد كتب كورس جو هاي ليفل، اي حد يكتب اي تعليق في كلمه كورس، لو حد سالني بقول لك يا سباعي هو الكورس بتاعك كان ما دام كتبت كلمه كورس هيشتغل التعليق بالظبط، هيشتغل الاوتوميشن اللي بيحصل. انما اكزاكت ماتش لا، لازم يكتب الكلمه دي الجمله دي بالظبط، ما ينفعش يكتب حاجه ثانيه. فلو كتب اكزاكت ماتش هيقول له مثلا اهي كورس جو هاي ليفل، لازم يكتب الجمله ديت. لو كتب جو هاي ليفل بالانجليزي مش هتشتغل الا لو انا ضفتها، يعني لو انا ضفتها خلاص هتتكتب. فدي الاكزاكت ماتش. فانا بخليها وصل مثلا كونتين فريز، وبقول له لا حد يقول لي ابعت، لان انا بقول له اكتب لي كلمه كذا وابعت لك. ابعت، في ناس تكتب تم، تفاصيل كورس، اشتراك، الحاجات دي كلها طبعا بتلاقيها متسجله عندك. فلو حد كتب اي تعليق في الجمله دي او الكلمه دي هيشتغل ما دام انت عاملها كونتين فريز. سواء انا عايز اشتغل لكل الحاجات، امسح دوت خلاص هتشتغل لكله. سيف تريجر. بعد كده بيقول لك ايه اللي هيحصل لما حد يكتب لك كومنت على عندك على البوست دوت، ايه اللي هيحصل يا سباعي؟ هقول له والله شغل الحكايه ديت، انا عايز فيسبوك دوت بقى اكشن، الاكشن اللي هيتاخد فيسبوك. فيقول لي فيسبوك انتراكتيف ماسنجر، فاقول له اه فيسبوك انتراكتيف ماسنجر. فديت معناها يا سباعي لما حد يكتب كده هبعت له الرساله ديت. فانا اقول له رساله اهلا بيك يا فلان، دي ممكن تروح انت عاملها من هنا وتختار كاستوم فاليو وتقول له كونتاكت وتخليها فيرست نيم نفس اللي في الشات. فيقول له اهلا بيك يا على حسب اسمه ايه. التفاصيل كلها هتلاقيها هنا، ودوت لينك دوت، طبعا انا بجرب اي حاجه لينك دوت كوم وهكذا. شكرا ليك، اي حاجه يكون انت عايزه. سباعي انا عايز احط زرار معين ندوس عليه، ضيف يا باشا الزرار المعين بتاعك، اكتب اسم الزرار وحط اللي هيحصل ايه، اوبن ويب سايت ولا هيتصل بالتليفون ولا ياخد اكشن معين. نفس اللي في الشات، المين شات بيعمله جوجل بيعمله بالظبط، انليمتد تماما بالنسبه لك. فخلاص والله يا سباعي طب يقول لي انت مش حاطط حاجه في الزرار تبعك، مش عايز اصلا زرار ديليت سيف اكشن. طب لا سباعي انا عايز قبل ما يكتب له الرساله عايزه يكتب له تعليق الاول. ماشي، ففي حاجه عندك في الاكشن ثانيه اسمها ريبلاي ان كومنتس، ودي في الكومنت بتاعك، وممكن تحط اكتر من كومنت. مثلا بعت لك التفاصيل، واحده ثانيه شوف الرسائل،
واحده ثالثه وهكذا. تم مثلا، وعايز تخليه يعمل لايك خليه يعمل لايك، سيف اكشن. طب سيبها انا مش عايزه يرد على طول، عايزه يتاخر شويه في الرد عشان الناس ما تقولش ايه ده واحد لسه كاتب تعليق يلاقي رد على طول. حط حاجه اسمها ويت، وحط ويت مثلا من هنا خليها دقيقه. ويت دقيقه، ممكن تخليها ثانيه، ممكن تخليها 10 ثواني، هكذا بقى خليه ويت دقيقه. طب سباعي انا عايزه لو ما ردش ياخد اكشن تاني، يعني بعديها مثلا وممكن تقول له ويت until a specific condition are met، وبتحدد انت هتستنى لايه لحد ما ياخد اكشن معين. في اكشن معين اتاخد اللي هو مثلا بعت لك رساله رد عليك على الرساله تبعك ولا لا. لو ما ردش على الرساله تبعك فتبعت له رساله ثانيه. ممكن بعد كده دوت بقى اللي بيختلف عن ميت شات، لان جوه ليفل بالفعل معاه السيستم تبعك كامل، فممكن تدخله لموقع معين، ولو دخل لموقع معين هو بيربط اللي هو دخل الموقع دوت، فبيبتدي بقى يقيس لو عمل اكشن معين في الموقع تبعك اللي انت عامله على جوه ليفل بيبعت له ايميل معين وهكذا. فربط كامل بيحصل. طبعا مين شات ما يعرفش يعمل الحكايه ديت، لان مين شات ما عندوش الربط الكامل اللي بيحصل على الموقع تبعك. يعني جوه ليفل فيه حجوزات، في اوبورتيونيتيز تبعك، في اي ايجنت، في ممكن ماركتنج، في كذا، في سايتس. فالحاجات دي كلها بتتربط بالاوتوميشن بشكل كبير جدا. بالفعل احنا عندنا فيديو عن الاوتوميشن شرحه بالتفصيل ممل، فهتلاقي في كل حاجه ممكن قوه الاوتوميشن تعملها ايه عندك في جوه ليفل. فجوه ليفل اصلا اشتراكه $97 بيديك 3 اماكن. فانا لو رحت لواحد، وديت كتير جدا ممكن تعملها، لو رحت صانع محتوى وقلت له والله انا هبيع لك مكان من الاماكن تبعي ب $70 مقابله هديك انليميتد، انا مش حاكمك انت هنا $70 مش هيجيبوا لك اصلا 7000 ونص كونتاكت، فانا مش حاكمك انليميتد، ابعت زي ما انت عاوز شهريا. وممكن تربط له كمان اي بوت. الاي بوت هنا برضو ليه فلوس اضافيه في ميني شات. هربط لك اي بوت، هعمل لك الويب سايت. علي بقى البادجت، ممكن توصل مع الواحد ل 100 150 $200 عادي، وفي ناس تدفع يعني ارقام كبيره، بس احنا بنتكلم في الوطن العربي، خلينا في المعقول. ففي الوطن العربي المعقول اللي الناس بتدفع لميني شات. فلو انت وفرت لهم حاجه زي ميني شات بتعمل دوت بشكل احسن، بشكل مدمج اقوى، انت ممكن تستهدف العملاء دي بس. فدي اسرع طريقه واسهل حاجه. انا بالفعل شفت ناس بتشتغل في جوه ليفل بتعملها. انا بعمل لك اوتوميشن اللي هي لما حد يكتب لك كومنت يترد عليه، ثم بعمل لك اي بوت يكمل مع المحادثه. ايه الاي بوت دوت ده يا سباعي؟ ده بالتفصيل شرحه عندنا على اليوتيوب، هتلاقيه عندنا مثلا اهي. ازاي بنيت شات بوت ذكي بالذكاء الاصطناعي بيرد على اي سؤال على السوشيال ميديا. دوت ازاي تعمل دوت بالتفصيل، هتلاقيني شارح برضه في حاجات تانية كتير. ازاي تعمل مواقع، ازاي تعمل كذا سيستم، كورسات. لو عايز تعمل محتوى بص على القناه هتلاقي ان شاء الله في حاجات كتير. ما تنساش طبعا انت ان شاء الله تعمل لنا اشتراك لو حبيت تكمل في جوه ليفل، لان الفتره الجايه هنزل حاجات كتير انا بشتغل بيها مع ناس في جوه ليفل، ازاي هم بيستخدموه، اذا كان انا شخصيا ببيعها لهم او بشتغل معاهم في اكونت جوه ليفل تبعهم وهم اللي بيبيعوها، بس انا بساعدهم ازاي. فهبعت اقتراحات كتير لحاجات انا بشتغل بيها ان شاء الله الفترات القادمه. فجوه ليفل طبعا لو حبيت تشترك من تبعنا هتلاقي ان شاء الله دخلت على الكورس طبعا المجاني، كل حاجه موجوده باذن الله. اشوفك على خير يا صديقي ان شاء الله في فيديوهات قادمه. ما تنساش الاشتراك عشان تشوف فيديوهات اكتر لفرص شغل ممكن تشتغلها ازاي على جوه ليفل. السلام عليكم.